جيشنا لم يطأ تراب تونس ولم يشارك في أي عمل عسكري داخلها، وكل ما يثار في هذا الشأن لا يعدو سوى مزايدات سياسية. بهذه الكلمات حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مما وصفه بمحاولات لإحداث فتنة سياسية بين تونس والجزائر. جاء تصريح تبون خلال خطاب مطول طبعا تطرق فيه إلى ملفات عديدة، من بينها تعقيدات محيط الجزائر الإقليمي ولا سيما الملفات الليبية والتونسية ومنطقة الساحل. ويأتي هذا الخطاب في إطار تقليد سنوي دأب خلاله تبون على إلقاء كلمة أمام غرفتي البرلمان خلال شهر ديسمبر كانون الأول. تطرق تبون مشاهدينا إلى علاقة بلاده بتونس، وكان أكثر ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الكلام عن البلدين. طبعا لنستمع إلى جزء مما قاله. فيه محاولات لزرع بذور التفرقة بيننا وبين تونس باستعمال العقول ضيقة إن لم أقول المستأجرة لخلق بلبلة اتفاقيات وهذه وما. احنا عندنا نهائيا هذه باش ما نزيدوش ندخلوا فيها أمننا امتداده في تونس وأمن تونس امتداده في الجزائر. ويكتسي التصريح دلالة خاصة طبعا من حيث التوقيت والسياق، إذ يتزامن مع نقاش متواصل في تونس بشأن اتفاقية دفاع وقعت بين البلدين في 7 أكتوبر تشرين الأول 2025. لذلك عدت تصريحات تبون ردا مباشرا على انتقادات وتقارير إعلامية تحدثت عن تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي، وهو ما نفاه الرئيس الجزائري محذرا في الوقت ذاته من أي محاولات أو طبخة لضرب استقرار البلدين على حد تعبيره. تكلموا على قال الجزائر وكيف يخلوا الجيش يدخل، الجيش عمره ما دخل وما يدخلش، حدودنا واحدة وعارفين، واللي طالقين الدعاية هادو الناس اللي مبيتين لتونس على شي حاجة. نعرفوا من انتهاء صراع في الشرق الأوسط في سوريا وغير سوريا والإفرازات إرهاب وما غير إرهاب وداك الشيء، حتى بالنسبة للمرتزقة اللي جابوهم من ليبيا، المرتزقة اللي حاولوا يجيبوهم في المالي، فيه لعبة فيه طبخ. في ختام حديثه أشاد تبون بنظيره التونسي وبمتانة العلاقات بين البلدين. الرئيس قيس ما هو لا من المطبعين ولا من المهرولين ولا من المتوائمين، وهذا هو مربط الفرس، هذا هو بيت القصيد. كيفاه ضعفها تونس ما طبعتش بالمقابل، وعلى الجزائر تفسد لنا في اللعبة، هذا هو. مشاهدينا، خلال الأيام الماضية تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وثيقة مثيرة للجدل، قالوا إنها تتضمن بنودا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وادعى متداولوها أنها تمنح الجيش الجزائري صلاحية التدخل لإعادة النظام العام والأمن في تونس في حال وقوع اضطرابات داخلية خطيرة، فيما اعتبرت أطراف أنها قد تمس سيادة البلاد وقرارها. غير أن فحص الوثيقة بحسب صحفيين ومحللين تونسيين كشف عن أخطاء عديدة تضعف مصداقيتها وتطعن في صحتها. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد نفى صحة الوثيقة المتداولة وقال إنها مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض على حد وصفه، مشيرا إلى أن من قاموا بفبركتها ما زالوا يتخبطون في غيهم بحسب تعبيره. غير أن تصريحات السعيد لم تنهي الجدل الدائر حول الاتفاقية، إذ تصاعدت مطالب قوى سياسية معارضة في تونس بنشرها علنا لمعرفة ما تتضمنه ومنع أي مغالطات. وفي ظل المطالب بنشر بنود الاتفاقية، أشار وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى أن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة
بل وقعت عام 2001 وتمت مراجعتها لتتماشى مع المستجدات ولتوسيع مجالات التعاون، خصوصا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة. هذه مقتطفات من تعليقات طويلة لبعض السياسيين ورواد مواقع التواصل على مدار الأيام السابقة. هنا محمد عبو، سياسي طبعا ووزير سابق، يقول: إما الوثيقة الحقيقية أو ملخص أمين لكل نقاطها يعلن للشعب صاحب السيادة، غير ذلك لا يمكن لوم الناس على تصديق الوثيقة المنشورة واستخلاص النتيجة من الصمت. سبق لتونس أن صادقت على اتفاقيات دولية عديدة تخص القانون الدولي الإنساني مع نشر قانون المصادقة دون نص الاتفاقية. وليد زروق أيضا الأمين السابق يقول في تدوينة طويلة قال فيها إن من المؤسف حقا أن بعض من اصطفوا في المعارضة، وهو حق مشروع، اختاروا ترديد إشاعات منظومة الخراب، وهم يعيشون بيننا ويعلمون يقينا أن الدولة التونسية تملك جيشا وأمنا أثبتا ميدانيا أنهما صمام الأمان الحقيقي. التعاون الاستخباراتي والأمني والعسكري ليس بدعة ولا مؤامرة، هو قائم منذ عقود ويتعمق طبيعيا مع دولة شقيقة كالجزائر تجمعنا بها حدود برية وبحرية ومصالح أمن قومي مشتركة وتهديدات مشتركة أيضا. حفصية بورقيبة تقول: يعني إعلامنا بدل التوضيح للتوانسة يزيد يجيب شكون يتهم الناس اللي تتساءل على محتوى الوثيقة بالتآمر مع الخارج. أما آخر تدوينة من ناصر يقول فيها على منصة إكس: الرئيس تبون واع لما يحدث ويطبخ ومدرك للواقع الجيوسياسي لموقع تونس وقارئ جيد للتاريخ، وعليه كان تحليله موضوعيا ومنطقيا، وبناء على ذلك فإن العلاقات التي تبنى على الاحترام المتبادل بين الدول لا تهتز مهما مكر الماكرون.